السلام عليكم. جبت لكم اليوم خبر ديال واحد الواقعة اللي كتزيد تأكد الحقد ديال الجزائر ومرتزقة البوليساريو الإرهابيين على المغرب ومصالح المغرب. فكاين ثلاثة ديال الأشخاص قاموا بالسطو على البنك الشعبي في موريتانيا، وقامت السلطات الموريتانية بمجهود كبير وتم اعتقال هاد الثلاثة، حيث أنه الإعلام الموريتاني كيقول على أن واحد فيهم من جنسية موريتانية وجوج اخرين من جنسية عربية، وأن الفرق الأمنية لحقات هاد الناس في السنغال وغينيا وتمكنوا من اعتقالهم، وأن البحث جاري لمعرفة تفاصيل وأبعاد هاد العملية. ولكن الشيء اللي ما ذكروش الإعلام الموريتاني وهو أن هذوك الجوج اللي قالوا من جنسية عربية هذوك جوج مرتزقة من عناصر البوليساريو، الشيء اللي كيأكد على أن الجزائر وميليشيات البوليساريو الإرهابية بداو في رحلة أخرى أو مرحلة أخرى من ضرب المصالح ديال المغرب. فما كفاهمش على أنهم كيحاولوا أنهم كيديروا ديك الشطحات ديالهم في المنطقة العازلة، وكذلك شطحات ديالهم في المحافل الدولية وفي اللقاءات الدولية. بداو اليوم كيضربوا المصالح ديال المغرب، وبداو بموريتانيا اللي كنعتبروها حنا الحلقة الأضعف في العملية. فكل البلاء المسلط كيجي من عند موريتانيا، سواء باستعمال الأراضي الموريتانية لضرب المغرب، سواء لاستعمال موريتانيا من أجل عرقلة أمر من الأمور، أو ضرب المصالح لأنه شافوا بأن المغرب متوغل في العمق الإفريقي، وبالتالي بداو كيفكروا في إزعاج المغرب في ضرب مصالحه، بمعنى أنهم كيأكدوا على أنهم فعلا قطاع الطرق بامتياز.